هل حصل معاك قبل كده يا مدير ان انت اتكلمت كتير جدا وشرحت كل تفصيلة وعملت ريكاب وبعت ايميلات وفي الاخر لقيت ان التيم بتاعك بيقولك انا ما فهمتش كده، انا ما كنتش فاكر اللي انت عاوزني اعمل الحتة الفلانية، ايه ده هي دي اولوية؟ لا ما اخدتش بالي. فانت طبعا بتبقى جواك ايه يا جماعة ده، انا اتكلمت كتير جدا وتابعت كتير قوي وركزت معاكم في كل تفصيلة، ازاي في الاخر تقولوا كده؟ دي مشكلة كده اسمها الكوميونيكيشن اوفرلود، يعني فرط التواصل. وحتى التواصل فيه فرط وبيعمل مشكلة، او مش بيعمل مشكلة، هو مش بيوصلك لهدفك. لو انت مش متابع معانا فاحنا بنتكلم في سلسلة حلقات بيزنس بايت، والنهاردة الاسبوع الثالث اللي هنتكلم فيه عن الكوميونيكيشن اوفرلود او فرط التواصل. وزي بالظبط كده ما انا قلت لك، المشكله ان حضرتك شاطر جدا، بتتابع كل تفصيله، بتعمل ريكاب، تدي ليست بالمهام بتاعتك، بتعرف كل واحد المطلوب منه ان هو يعمل ايه، بس بتلاقي نتيجه مش مرضيه. خليني اقول لك الحقيقه يا مدير ان في فرق كبير قوي بين ان انت تكون بتتكلم كتير وبين ان رسالتك تتفهم فعلا وتتنفذ. مش معنى ان انت بتقعد في الاجتماع تتكلم 90% من الاجتماع، واللي انت تبعت لهم كل شويه على الواتساب التفاصيل، واللي انت تتابع معاهم كل حاجه، اللي انت كده وصلت الرساله بتاعتك. انت ممكن يا مدير تكون بتتكلم كتير ولكن بتدي رسائل كتير قوي باهداف كتير قوي، فالستاف بقى برد فعل طبيعي بيعمل لك ميوت وبيسيبك انت بقى تكمل لوحدك، فالرساله الاساسيه بتضيع في وسط الكلام. ودي دراسه اتعملت من جامعه ستانفورد بتقولك ان العقل البشري بيفصل بعد 30 ثانيه والشخص بيتكلم لما ما بيقدرش يوصل لايه الرساله او ايه الهدف من الموضوع ده. وده على فكره بيحصل معاك وانت بتسكرول كده الموبايل، انت لو ما لقطتش في اول 30 ثانيه و30 ثانيه انت كده طولت على فكره. حاليا كمان بيقولوا 3 ثواني، ولكن انت في ميتنج والناس منتبهه لك وبيركزوا معاك بيبصوا لك انت بس، فالدراسه بتقول 30 ثانيه في وسط الميتنج لو التيم بتاعك ما وصلش للرساله بتاعتك او الهدف وعرف انت عاوز ايه بالظبط بشكل واضح ومحدد، هم بيفصلوا منك حتى لو هم باصين لك، بس بيبقوا مش مركزين معاك ولا متابعينك ولا فاهمين انت بتقول ايه. وده اللي حصل مع مديره قبل كده كانت شغاله معايا وكانت دايما بتعاني من الموضوع ده، وكانت بتقعد فعلا تتكلم كتير جدا في وسط الاجتماع، اكتر من 90% تقريبا من وقت الاجتماع هي اللي كانت بتتكلم، وكانت بترجع تتابع ده كويس جدا معاهم، وكانت تحط تشيك ليست وتعمل كل حاجه. بس لما مره حضرت معاها الميتنج انا لمحت الموضوع ده لما اتفاجئت بحد من الاستاف بيقول لها معلش انا مش عارف ابدا منين، انا تهت. مع ان هي كانت شايفه نفسها ان هي بتوضح كل حاجه، ولكن الرساله الاساسيه زي ما قلنا هي تاهت في وسط الكلام. طب ايه الحل؟ خطوه عمليه تقدر تعملها من النهارده، امشي كده بمبدا رساله واحده هدف واحد. يعني انا قاعد دلوقتي في ميتنج عشان اوصل لكم رساله معينه، حتى لو حضرتك هتتعامل في مشروع كبير مش لازم تشرح كل التفاصيل، مش لازم تقول كل حاجة، خليك محدد وواضح. احنا النهاردة هنتكلم على أول مرحلة في المشروع اللي محتاجين نطلع منها بالثلاث تاسكات دول، وده أول تاسك هيتعمل ومدته يومين وحضرتك اللي هتعمله بالتعاون مع فلان. خليك واضح، وعمرك ما هتكون واضح وانت بتتكلم في 3-4 حاجات مع بعض، لا هي رسالة واحدة بهدف واحد. طب وهتعرفها منين؟ هتقولي ما انا عندي حاجات كتيره قوي. انت دلوقتي عاوز التيم بتاعك ينفذ ايه؟ فانت اسال نفسك سؤال قبل اي ميتنج او محادثه او حتى مسج انت بتكتبها على الواتساب، انا عاوز التيم بتاعي يطلع بايه؟ ايه الحاجه الواحده بس اللي انا عاوزهم يطلعوا بيها ويعملوها؟ هي دي، خلاص يبقى هي دي الرساله الواحده عشان نوصل لهدف واحد بطريقه 1 2 3 4 متفصله، فكده كل واحد يبقى عارف بالظبط الحته اللي هيعملها. بعد كده حضرتك هتبدا تديلهم الرساله الثانيه وهكذا. ممكن في الاول تشرح الموضوع بشكل عام عشان يبقوا فاهمين الفاليو منه او الاوبجكتيف الكبير اللي احنا بنشتغل عليه، بس بعد كده الاوبجكتيف ده بيتقسم كده لجولز صغيره، والجول بتتقسم لتاسكات، فانا عاوزاك توصل للحته دي. اتكلم معاهم في اوفر فيو كبير، بس وقت التنفيذ حضرتك هتبدا تبقى محدد اكتر. فانت مش لازم تقول كل حاجه، لكن لازم تقول الحاجه الصح وبشكل واضح. الوضوح معناه ان انت هتقول معلومه محدده توصل بسرعه وتفضل في دماغ اللي قدامك علشان يعرف ينفذها صح، وما يبقاش فيه الجاب ما بين ايه ده انت قلت كده، لا اصلا انا ما اخدتش بالي، وتفضل بقى في الدايره دي.
فلو حاسس ان انت بتتكلم كتير بس مفيش استجابة من الفريق بتاعك، فابدأ بالنهاردة بتبسيط الرسالة بتاعتك وحدد أولوياتك. وما تنساش تعمل سبسكرايب لليوتيوب تشانل علشان نكمل مع بعض بقية الحلقات. في لسه بلوجز تانية بتعمل ميس اندرستاندينج بينك وبين التيم، لازم تاخد بالك منها عشان التواصل بينك وبين الفريق يبقى أسهل وأريح. والحلقة الجاية انت هتعرف ان نبرة صوتك ممكن تكون بتطفي التيم بتاعك وانت مش اخد بالك.